يعني أنا كبداية صار لي 15 عام. 15 عام صار لي أربي هذا الطير الجميل كنبك الأبيض. أنا يعني بدايتي كعلاقتي بالأصدقاء يعني أغلبيتهم مربين هذا الكنبك الأبيض. فصارت هوايتي بطير حلو ومن يعني من الطيور السلالات القديمة اللي متواجدة عندنا بمحافظة النجف الأشرف. طبعا هذا الطير معروف على نطاق العالم، يعني النجف بالأخص كتطور خلال هاي السنين صارت يعني هواي ناس تجنيه، مثل ما قلت لك يعني البحرين قاموا يجنوه، ليبيا تجني هذا الطير، عمان، وصارت بطولات يعني خارج العراق كلش قوية بالطير الأبيض والمسكي والزنقي، أنواع الفصائل الكنبك. أهم السلالات اللي أنا أهتم بها هو الكنبك الأبيض. يعني هذا استندر الحمام الكنبك، وهذا الكنبك الأبيض من بعد الزرق اللي هن المساج اللي أنا يعني ربيتهن وكاثرتهن. كانت بدايتي بهن أخذت فصيلة من الحاج حيدر مطشر، يعني هاي من الفصائل النادرة اللي موجودة بالنجف. أخذت من عنده أنا يعني طيرة وفحل وبدأت أكاثرهن، وصار تطورهن الحمد لله وشكر يعني تطور إيجابي، وضفت لهن هواي شغلات يعني عرض بالوجه كدقامية، منقار، ناطيح، هذا يعني هذا اللي ضفته لهن أنا. كبداية يعني أولاً الهاوي إذا أجى طبعاً إحنا نرحب به بكل سعة الصدر، وأغلبية المربين من راح يجي المربي الجديد راح يعلموه شلون راح يبدي كبداية أول مرة. يعني تعرف أنت كشيء أساسي شلون يسوي حصارات، شلون يعني ياخذ قياساتين، شلون راح يعلموه مواصفات الطير اللي مطلوب عندنا شنو. مو اكو مواصفات احنا هاي مواصفات تكون مطلوبة بكل الحمام، مثلاً عرض الوجه، كبر الراس، هذا يعني كبر الراس هذا من النقطة الأساسية. نعومة المنقار، كون الطير يعني ما بيخش منقار يصير بسل وحلو، يصير بدفعة بوجهه. هذا يعني الطيور خشانية، تحجال حلو. هذا بالنسبة للبيض. الامساكي كذلك، كون شتفه شوية، يكون كاشف، أقلامه حلوة، زراقة حلو، واضح، خضارة. هذا المواصفات اللي مطلوبة يعني بالطير، واللي احنا راح يعني اللي نوجه المربي اللي الطاب عليهن جديد، راح نشرح له كيفية شلون يعني ترتيب الحمام، راح نحكي له بالمضبوط. هذا الفحل من إنتاجي. بمن يمتاز؟ هذا الطير يمتاز بطلعة الوجه، بطلعة الوجه اللي يصير هاي بالجبين، هاي الطلعة مال الوجه، وهاي التقرينة الأركان اللي موجودات بقصته. شوف هاي هسه نقطتين. ويمتاز بعد بنعومة منقاره. هذا الطير منقاره لا رايح يمنى ولا رايح يسرى، نازل عدل ويا وجهه. هاي نقطة جدا مهمة بالحمام. أغلبية المربين يسألون على نومة المنقار. هذا الطير منقاره نايم ويا وجهه عدل وبيطلع بوجهه. هذا من إنتاجي، هذا أمه يعني من أرقى سلالات النجف، هي تبزير الحاج حيدر مطشر. اشتريتها أنا وانتجت هذا الفحل من عندها. وهسه راح أراويك شلون أنا ضفت له بعد جمالية. راح أراويك ابنه، هذا ابن هذاك. هذا بمن يمتاز؟ هذا ممتاز راسه صار أكبر من راس أبوه. هاي اللي يسموها إضافة. هاي اللي يسموها إضافة. شلون أنت تطور حمامك؟ مثلا هسه الأبو بنعومة براسه، شلون أنت ضفت له؟ يعني هذا هسه نضاف، يعني هم شمر على من على جده، وراح يصير إن شاء الله مستقبلا هذا بعد أفضل من أبوه، وهو بعد صغير. يعني الطير هذا هاي العاشرة مالته، يعني عمره 6 أشهر تقريبا.